الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في ما ذكر المؤلف حفظه الله تعالى في سنن الصلاة، ومر معنا في درسه المتقدم من السنن رفع اليدين، ومر معنا صفة رفع اليدين، وكذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى، وقلنا أن لها حالات، وأيضا وضع اليد اليمنى على اليسرى أيضا وضعها على الجسم توضع، الأمر في هذا واسع. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أنها توضع على الصدر لكنها لم تصح، فالأمر في هذا واسع، وهو أصح ما ورد في هذا الباب أنها توضع على الصدر لكنها ضعيفة. قال: ويسن أن يقول دعاء الاستفتاح، أي في الصلاة دعاء الاستفتاح مستحب. قال: ولدعاء الاستفتاح عدة صيغ يستحب أن ينوع بينها، فمرة يأتي بهذه الصيغة ومرة بهذه. ومما ورد: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وجاء عند مسلم أن عمر رضي الله عنه كان يجهر به ليعلمه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الدعاء الصحيح أنه موقوف على عمر، هذا الدعاء الصحيح أنه موقوف على عمر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي فضله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. هذا من حديث أنس، وهو كما ذكر المعلق في صحيح مسلم حديث أنس. وقال: جيم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا هو أصح حديث من أدعية الاستفتاح، من حديث أبي هريرة متفق عليه، كما ذكر أيضا المحشي، هذا من حديث أبي هريرة متفق عليه. قال: ومنها أي من أدعية الاستفتاح: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وفي فضله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. هذا من حديث ابن عمر. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أن من دعاء الاستفتاح: الله نور السماوات والأرض. وجاء أيضا من حديث علي في استفتاح صلاة الليل، وغير ذلك من الأدعية. قال: وهناك أدعية أخرى تقدمت في سنن قيام الليل، تقدم معنا حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم نور السماوات والأرض. من يحفظ حديث ابن عباس؟ من يحفظ حديث ابن عباس الذي تقدم معنا؟ هو طويل. جاء في حديث عائشة أيضا
أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته باللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأما حديث ابن عباس فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا من حديث ابن عباس في قيام الليل. قال الاستعاذة قال والاستعاذة سنة ويسن أن ينوع في صيغ الاستعاذة فمرة يأتي بهذه ومرة هذه. ومما ورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي الصفة التي اختارها جمهور العلماء رحمهم الله لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صيغ الاستعاذة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وإنما تؤخذ من قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكما ذكر المؤلف يؤخذ من هذه الآية أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال البسملة فمن السنة هذا يعني الاستعاذة يعني سنة وهو يعني هذا الذي نقل بعض العلماء الإجماع على أنها سنة وليست بواجبة قال البسملة فمن السنة أن يبسمل بعد الاستعاذة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بالاستعاذة ولا يجوز الجهر بالاستعاذة والبسملة سيأتي معنا. قال فمن السنة أن يبسمل بعد الاستعاذة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم لحديث نعيم المجمر رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن وفيه والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله. هذا الحديث يعني لم يصح يضعفه يعني بعض العلماء. قال والصارف عن وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته وإنما أرشده إلى فاتحة الكتاب كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه. نعم حديث المسيء صلاته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أركان وواجبات ولم يذكر يعني البسملة دل على أنها مستحبة. والصحيح هو عدم الجهر بالبسملة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الصورة ولا في آخرها كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وجاء في لفظ أي كانوا لا يجهر ببسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا لا يقرؤون بسم الله أي لا يجهرون. فالصحيح هو الإصرار بالبسملة ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة. وقال بعض العلماء عندما سئل عن الجهر بالبسملة قال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح وأما عن الصحابة فمنه الصحيح ومنه الضعيف. إذن فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو عدم الجهر بالبسملة. وهذه يعني مسألة خلافية بين العلماء فمن يعني جهر ومن أسر فمن جهر لا يشنع عليه
ومن أسر أيضا لا يشنع عليه ولا ينكر عليه، لا يشنع عليه ولا ينكر عليه. لكن يعني أصبحت هذه المسألة، مسألة الجهر بالبسملة في هذا الزمان تميز أهل السنة عن غيرهم، تميز أهل السنة عن غيرهم. قال: التأمين مع الإمام، وذلك إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية، فإن من السنة أن يؤمن المأموم إذا أمن الإمام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: والتأمين أن يقول آمين، ومعناها استجب، أي إذا قال الإمام ولا الضالين أن يقول المأموم آمين. كذلك الإمام يستحب له أن يقول آمين، أن يقول آمين، فله هذا الفضل. قال: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويشرع الجهر، يعني رفع الصوت بالتأمين، يشرع رفع الصوت بالتأمين كما كان الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، لا أن يقولوا يعني أن يسر بالتأمين، بل يشرع رفع الصوت، بل يشرع رفع الصوت. فلذلك نرى يعني كثير من المسلمين عند التأمين ربما في بعض المساجد لا تسمع التأمين، لا تسمع التأمين أو بصوت منخفض، هذا لا يصلح. الذي يشرع أن تجهر بالتأمين وأن ترفع بها صوتك، أن ترفع بها صوتك. قال: قراءة السورة التي بعد الفاتحة، فقراءتها سنة في الركعتين الأولى والثانية، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. قبل ذلك مسألة يعني مر معنا في بداية الكتاب أن ما يشرع للرجل يشرع للمرأة إلا ما دل الدليل على خصوصيته. وفي مسألة التأمين إذا كانت المرأة عند الرجال، يعني تصلي مع الرجال كما هو الآن معروف في يعني هذه يعني في بلادكم، المرأة تكون خلف يعني الناس تصلي، ربما بعضهم يعني يرين وربما بعضهم لا يرين لكن يسمع أصواتهن، فلا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتأمين، لأن صوتها فتنة. إذا كان الرجال يسمعونها فتنة. أما إذا كان يصلين في بيت جماعة ويعني ما هناك رجال، فيشرع لهن رفع الصوت بالتأمين كما يشرع للرجال، إنما لا يشرع لهن إذا كان يسمعهن غير المحارم، لأن صوت المرأة عورة، صوت المرأة عورة. قال: فقراءتها سنة في الركعتين الأولى والثانية، أي سورة بعد الفاتحة، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويقصر في الثانية، ويقصر في الثانية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يفهم منه جواز الاكتفاء بالفاتحة عما بعدها من القراءة. وأما المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ السور التي بعد الفاتحة، بل يستمع لإمامه، لا يشرع له ولا يعني يستحب له، بل يستحب له الإنصات، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، ولا يقرأ بعدها سورة أخرى. المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة، الواجب عليه، هذا هو الصحيح أنه يقرأ الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني يقرأ بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، فنهاه عن قراءة شيء غير الفاتحة، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. قال: وأما المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ السور التي بعد الفاتحة، بل يستمع لإمامه. قال ابن قدامة رحمه الله: أما في السرية فيستحب له الظهر والعصر في
الركعتين الأولى. يستحب أن يعني يقرأ بسورة بعد فاتحة الكتاب. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم في أنه يسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. لا نعلم خلاف بين أهل العلم أنه يسن، أي ليس بواجب. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.